لحسن حظه الراجل ده قدر يستخبى جوه الكبسولة المجمدة. افتكر إنه أخيرا بقى في أمان، بس ما كانش يعرف إن الشخص مش ناوي يسيبه في حاله. مسك في الكبسولة من بره بإحكام وفضل يدور على أي شق أو فتحة ممكن يدخل منها. لكن مهما حاول، سطح الكبسولة كان أملس زي المراية، من غير ولا فتحة يقدر ينفذ منها. ده خلاه يغضب جدا، وما كانش مستعد يستسلم بسهولة. في اللحظة اللي بعدها فجأة مسك الكبسولة وحاول بكل قوته يكسر الغطاء الإزاز. لكن مهما قاوم وحاول، كل محاولاته راحت على الفاضي. وفي الآخر ما كانش قدامه غير إنه يمشي وهو في قمة غضبه. لما شاف كده الراجل أخيرا هد نفس ارتياح، وكان لسه ناوي يجري ويهرب وهو لسه عنده فرصة. لكن قبل ما يلحق يعمل أي حاجة، الشخص ظهر فجأة وراه. صاحبه قال له يجري، بس كان الوقت فات. اللي كان مستنيه ما كانش له أي مفر.